بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين. طه الذي بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا على النبي المصطفى وآله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم أيام شهر رمضان، وسوداننا وعالمنا الإسلامي ينعم بالخير والنماء والاستقرار والازدهار، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصيامه ولقيامه. الحديث عن فضل شهر رمضان وعن الحكمة من مشروعية الصيام، وأن رمضان سانحة كريمة للرجوع إلى الله عز وجل والبذل والعطاء. نعم، هي 4 مفردات نتناولها في هذه الدقائق المعدودة. رمضان ورد في فضله الأحاديث الكثيرة، ولكن يظل الحديث القدسي من أعظم الأحاديث التي تنبهنا على فضل الصيام، لأن الله عز وجل قال فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد نتساءل: الأعمال كلها لله، صلاتنا لله، زكاتنا لله، حجنا لله، فلماذا خص الله عز وجل الصيام بأن نسبه إليه؟ الصوم فإنه لي، لماذا لم يقل الله الحج فإنه لي، الصلاة فإنها لي؟ قالوا: لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي ما عبد بها إلا الله. الإنسان قد يصلي لأجل أن يراه الناس، وقد يحج لأجل أن يراه الناس، لكن ما سمعنا بأن إنسانا صام لأجل الناس، لأنه لو صام لأجل الناس لربما تخفى وأكل وشرب. لكن الصيام هو العبادة الوحيدة التي عبد بها رب العزة جل جلاله مراقبة ومحاسبة. لذلك جاء في حديث: الصوم لا رياء فيه ولا سمعة. لذلك استحق هذه النسبة بأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقالوا هذا الجزاء غير محدد، يعني بمعنى أنه ليس كالحسنات، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. قالوا: إلا الصيام، فإن الصيام أجره عند الله عز وجل كالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال بعض أهل العلم: الله عز وجل لما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، في يوم القيامة حينما يأتي صاحب كل مظلمة يطلب مظلمته فيؤخذ من حسنات من ظلمه، قالوا: إلا حسنات الصيام فإنها لا تؤخذ، لأن الله عز وجل تكفل بها وأنا أجزي به. إذا كان الجزاء من قبل الله عز وجل فحري بنا أن نصوم لله حق الصيام، وأن نقوم حق القيام. ورمضان القرآن ذكر له حكمة جلية واضحة من خلال الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل الحكمة من مشروعية الصيام فوق تهذيب النفس وكسر جماحها وهضم النفس البشرية، وأن النفس هذه تحب الأكل والشرب، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمه، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. أراد الله عز وجل من خلال الصيام أن يهذب نفوسنا. وحتى التغيير الطبي الذي تقدم به كثير من الأطباء يقولون: إذا أراد الإنسان أن يكون صحيح البدن عليه في كل عام أن يمسك عن الطعام من الصباح إلى المساء مدة 30 يوما. هذا تقرير طبي، وما درى الأطباء من أن هذا التقرير سبقتهم به الشريعة الغراء قبيل 1400
عام فرض الله عز وجل علينا الصيام في كل سنة شهر كامل، ونمسك عن الطعام والملذات وشهوتي البطن والفرج من الصباح إلى المساء لأجل أن يصح البدن. إذن التشريع هذا فيه شمولية، فيه صحة لأبداننا. ولا يظن البعض من أن الصوم يراد منه الانتقام، حاشا وكلا. الله عز وجل يريد غاية سامية أن نهذب نفوسنا. لأجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن يكون حولا كاملا. إذن هنالك خير أبطنه الله عز وجل لم يطلعنا عليه رحمة بنا، ولو أطلع الله عز وجل العباد على هذا الخير الذي أبطنه في رمضان لتمنى الناس أن يكون رمضان حولا كاملا. وما أجمل قول القائل: شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما، يا فوز من أطاع فيه إلهه متقربا متجنبا ما حرما، فالويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. إذن الغاية من الصيام أن نصل إلى درجة سامية، درجة التقوى، لعلكم تتقون. هذا ما يريده رب العزة جل جلاله، أن نصل بصيامنا إلى تقوى الله عز وجل. والتقوى درجة سامية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولنستمع إلى سيدنا علي بن أبي طالب يصف ببلاغة تامة أهل التقوى حينما سئل من قبل العابد الذي يقال له همام، قال: يا علي صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. ديل أهل التقوى الذين وصلوا بالصيام إلى هذه المرتبة يصفهم سيدنا علي بن أبي طالب بهذا الوصف الرصين. قال له: أهل التقوى هم الذين منطقهم الصواب، وملبسهم الاغتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع، نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، لولا الأجل الذي كتبه الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى ربهم، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، قلوبهم محزونة، شرورهم مأمونة، أجسادهم نحيفة، حاجاتهم خفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة رابحة مع ربهم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون لأغدامهم يرتلون لأجزاء القرآن ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وإذا مروا بآية فيها تخويف صغوا إليها بمسامع قلوبهم، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض قد برى الخوف من الله أجسادهم بري القداح. قالوا: وقعه همام العابد صريعا، فلما حرك خرجت روحه. من هذا الوصف هي الدرجة التي تصبو إليها النفوس، ولكن لا نتوصل إليها إلا إذا أمسكنا الجوارح، إلا إذا ضبطنا هذه الجوارح. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك لا بد أن نحقق هذا المقصد الأسمى الأجل لعلكم تتقون. كما أن صيام رمضان فرصة سانحة لأجل أن نرجع إلى الله عز وجل، لأن الجوع يصفي النفوس ويهذب الأرواح ويذهب بها إلى بلاد الأفراح، فتهذيب نفوسنا يجعل هذه النفوس راجعة إلى الله عز وجل، ويجعل هذه الأرواح ملبية لنداء الله. لأن الأرواح هذه حينما خلقها الله وخاطبها في الخطاب الأول ما عاندت. قال الله عز وجل في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. لما قالت الأرواح بلى لم تكن ملتصقة آنذاك بالجسد، لأن الجسد أحيانا يعطل الروح، ولكن حينما هذه الأرواح وضعت في الأجساد أصبحت تعاند ولا تلبي نداء الله عز وجل. لكن كيف نرجع الأرواح إلى النداء الأول؟ إذا أهملنا الجسد وغزينا الأرواح
رجعت الأرواح إلى سابغ عهدها وقالت في كل نداء الرباني بلى بلى بلى. الأرواح لابد أن تزكى، وأعظم شيء يزكي الأرواح ويجعلها راجعة إلى الله عز وجل هو الصيام، لأنه يهذب النفس البشرية. إذن رجوعنا إلى الله عز وجل، كما أن صيام رمضان فرصة سانحة لأجل الإنفاق والكرم والجود والعطاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى سيدنا عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري قال: كان رسول الله أجود الناس على الإطلاق قبيل رمضان، في رمضان، بعد رمضان. حياته صلى الله عليه وسلم كلها جود وعطاء وبذل للآخرين، ولكن كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود من الريح المرسلة، يزداد جوده، يزداد عطاؤه، يزداد سخاؤه في رمضان. يفتقد الفقراء المساكين يهرعون إليه يأتون. بيته صلى الله عليه وسلم هو مركز العشامة، بيته صلى الله عليه وسلم يهرع إليه كل محتاج، ويأتي إليه صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما رد سائل، قال: أعطوا السائل ولو جاء راكب على فرس. لا بد من إحياء الكرم والعطاء والجود والسخاء في رمضان. وأحسن من قال فيه صلى الله عليه وسلم: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو كان في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. تعوض بسط الكف حتى أنه لو دعاها للقبض لم تطعه أنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الصيام، وأن يوصلنا إلى درجة التقوى، وأن يجعلنا من أهل الإنفاق، وأن يجعلنا من أهل العطاء، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.